هتاكل أطول فرايز وكفتة في مصر، وهتعمل عصيرك بنفسك. يعني هتاكل وتحلي كمان، وفكرة مترقعة وشبابية وتكاليفها على قد الإيد. حكاية مطعم المفحم صاحب الاختراعات الجامدة اللي بتميزوه، ازاي اتشهر وايه قصة عصير القصب وليه سموه مطعم الغلابة، ومفاجأة عن عروضهم اللي ما بتخلص وأسعارهم كمان. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. ما جربتش اللمة في مفحم؟ يبقى ما دقتش لحمة لسه. وعنده الاختراعات اللي ما بتخلص، وأفكار وجبات وسندوتشات في حتة تانية خالص. كلامنا هنا عن أشهر مطعم مشويات وسندوتشات على الماشي، وبيخبز بنفسه العيش، وعنده الزباين طوابير وبيجولوا من كل حتة في مصر. المفحم عمل عروض أشكال وألوان على السندوتشات، بتوصل ل 200 جنيه على 5 سندوتشات، وأكيد ده عرض ما يتفوتش. المفحم بيعمل 4 أصناف أساسيين بس مختلفين على حسب الطلب والصوص وشكل الساندوتش. أول حاجة وأكتر حاجة مشهور بيها هي ساندوتش الكفتة، واللي بيعمله مع بصل وبقدونس وطحينة في العيش المخبوز، وبيتحط على الشواية عشان ياخد ريحة الفحم. المفحم عمل كمان ساندوتش شيش الطاووق، وبيبقى عبارة عن خضار وصوص مميز من بتاعهم والعيش المخبوز الأبيض، ويقعدوا على الشواية يتحمصوا. وفي بقى الحواوشي كمان، بس على الطريقة المودرن شوية، بالعيش الأبيض وعلى شواية، وبيطلع أحلى اختراع ممكن تجربه، يوديك في حتة تانية خالص. في كمان ساندوتش لحمة معصجة، وده عبارة عن لحمة ببصل وخضار وطماطم وصوص الطحينة، أو على حسب انت عاوز ايه. أما بقى عن الاختراع اللي الناس بتجيله من كل حتة، هو سندوتشات المسحب، عبارة عن قطع صدور فراخ وتركي على الشواية. الكل سمى العيش بتاعه صامولي من كتر ما هو شبه المسمار الطويل، وشكله مغري جدا من حلاوته. مش هتقاومه وهتطلب أكتر من ساندوتش. يا ترى ليه بقى سموه المفحم؟ وده لأنه اسم على مسمى، لأن السندوتشات بتتحط على الفحم، ولازم تاخد التحميصة بتاعته الأخيرة وريحة الفحم، فبيكون متفحم على الوشين، عشان كده اتسمى بالاسم ده. هو مش بس بيقدم سندوتشات، ده كمان بيقدم اختراعات في العصير، زي عصير ليمون بالنعناع وبطيخ بالليمون، غير مية سلطة سبايسي جدا، وجدع بقى اللي يقدر عليها. ومش بس كده، كمان في مكنة عصير قصب، يعني تقوم وتعملها انت بنفسك بعد ما تخلص سندوتشاتك. يعني هتاكل وتحلي، وكمان هتعيش مغامرة عصير القصب. اما عن مكان اختراعات مطعم المفحم، فهو ليه فرع واحد في شارع الصومال، متفرع من شارع الأهرام الكوربة مصر الجديدة. ومش بس كده، السندوتشات بتنزل معاها أطول فرايز ممكن تشوفها في حياتك، وده بيتعامل ضمن اختراعاتهم، واللي بتبقى عبارة عن بطاطس مسلوقة ومهروسة، وبعدين يتحكم بقى في شكلها لحد ما تبقى طويلة جدا ومقرمشة. ورغم انه مش بقاله كتير فاتح، الا انه قدر يعمل الضجة الكبيرة دي، وكل الفود بلوجرز عملوا عنه وشجعوا اختراعاته، واللي اثبت للمطاعم انه فعلا قدها ويستاهل يكون في الساحة. اختراعات المفحم على قد الايد، مش غالية خالص، كل الطبقات تقدر تاكل منها، وفي عروض ل4 و5 سندوتشات بتوصل ل 200 جنيه. ده غير ان الساندوتش في رينج ال 45 و 50 جنيه، وده على حسب الحجم والصوصات اللي بتطلب. مطعم المفحم رغم انه بقاله فترة صغيرة، الا انها فكرة مترقعة وقدرت تثبت نفسها وقدام الكل تكون مميزة ومختلفة بافتكاساتها عن المطاعم اللي بتعمل نفس الأكل. المشروع شبابي ومطرقع، حتى زباينه من فئة الشباب والمراهقين، خاصة اللي بيعشقوا النوع ده من السندوتشات. يا ترى جربت المفحم ولا لسه؟ ولو جربته احكي لنا تجربتك.